في وقت الناس بتجري ورا كل حاجة وبتدور على معنى لحياتها، في ناس قليلة جداً قدرت تكتشف الحقيقة اللي ورا كل ده، الحقيقة اللي بيخبيها عقلنا عننا. حكاية النهاردة عن السر الأعظم، السر اللي لو فهمته حياتك كلها ممكن تتغير. بس قبل ما نبدأ الرحلة دي، دوس اشتراك وفعل الجرس عشان تفضل معانا في باقي الحكايات، لأن اللي جاي أعمق مما تتخيل. كان في شاب اسمه آدم، من النوع اللي دماغه دايماً شغالة، بيفكر كتير، بيحاول يفهم ليه الدنيا ساعات بتكون قاسية بالشكل ده. جرب كل حاجة، كتب تنمية بشرية، فيديوهات تحفيزية، تأمل، بس كل مرة يوصل لهدوء بسيط، يرجع بعد شوية يحس بنفس الضياع. لحد ما في يوم وهو قاعد لوحده بالليل وسط ظلام وسكون، عينه وقعت على كتاب صغير على الرف اسمه السر الأعظم. أول صفحة مكتوب فيها: كل اللي شايفه حواليك مش حقيقي. ضحك وقال لنفسه: طب يعني أنا كمان مش حقيقي؟ بس الجملة دي فضلت تدور في دماغه وتفتح باب عمره ما دخله قبل كده. في الليالي اللي بعدها بدأ يلاحظ حاجات غريبة. لما يتضايق كل حاجة حواليه تبان كئيبة، ولما يهدى الدنيا كأنها بتنور. بدأ يفكر: هو ممكن العالم اللي أنا شايفه يكون انعكاس للي جوايا؟ والكتاب بيأكد كده بالظبط، إن الواقع مش ثابت، وإن كل اللي بيحصل بره هو مرآة لحالتك الداخلية. يعني لما تكون غضبان العالم بيبان غضبان، ولما تكون في سلام كل شيء بيهدى. بس الرحلة ما كانتش سهلة. الأفكار بدأت تهاجمه: أنت بتفكر في إيه؟ الناس هتقول عليك مجنون. بس جواه كان في صوت تاني هادي وواثق بيقول له: كمل، أنت ماشي صح. وفي لحظة من الصمت قرر يواجه كل خوف وكل فكرة بدل ما يهرب منها. بدأ يشوف أفكاره كأنها سحاب بيعدي في السماء، لا بيحاربها ولا بيتعلق بيها، بس بيشوف. مع الوقت بدأ يحس بحاجة جديدة، راحة عميقة وسكون غريب كأنه طالع من جوه روحه. فهم وقتها إن السر الأعظم مش في إنك تسيطر على العالم، لكن في إنك تفهم نفسك، إنك مش أفكارك ولا مشاعرك ولا حتى جسمك، أنت اللي شايف كل ده، النور اللي بيشوف الحلم من بره الحلم. لما خرج للعالم تاني كل حاجة كانت زي ما هي، الناس، الشوارع، الأصوات، بس هو لأ. كل حاجة بقت أبسط، أخف، أوضح، لأنه فهم السر، إن السلام مش حاجة تدور عليها، السلام كان جواك من البداية. السر الأعظم مش بس كتاب، دي دعوة إنك تبص جوا نفسك وتشوف الحقيقة بعينيك. لو عجبتك القصة دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وشوف القصص اللي فاتت واستنى القصص الجاية. في دفتر الحكايات لكل حدث حكاية.